ربما انتخب جمال مبارك رئيسا لمصر لانه ابن جيلي وشاب وربما يعمل حاجات كويسه بتحب رئيس مبارك؟ ليس لدي اي سبب لكراهيه الرئيس مبارك، بالعكس انا احبه واقدره، وهو بمقام الرئاسه وب 28 سنه حكم كان موضع محبه، هو يعني موضع محبه واحترام وتقدير. رئيس الوطن وشعبه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الرئيس مبارك فضل مصلحة الوطن على أي اسم وعلى أي مصالح أخرى. هذا الرجل حافظ على مصر. رجل بيستمع جيدا، رجل في البساطة الريفية يمكن أن تقول، يعني بتحس معاه بالألفة بسهولة. انا على الولع بقول له حقك عليا وعلى انا غلطان، بقول لك انا بعتذر للرئيس حسني مبارك بالاسم. نحترم موقف الرئيس مبارك انه يقف. هذا الرجل حافظ على مصر. هذا الرجل شفطوره حافظ على مصر. اجيب له الواد حنطوره واسال حنطوره، الواد شفطوره كان بيبيع امبارح بانجا حنطوره. عندما استمع الى الجيش والشرطه وانا جوه الشقه بيهتفوا الله اكبر، هذا جيش طائفي وكانه يواجه الاعداء. هذا جيش يتعامل مع المسيحيين مثلما تعاملت الدبابات الاسرائيليه مع اسرى 67. في مقابل ان انا ما اقولش حاجه انا مش عايز اقولها. ابراهيم سليمان اسم وراه انجازات كثيره جدا جدا جدا، وحقق حاجات كثيره جدا في البلد، وعمل مجتمعات جديده، وعمل عمران، وعمل دكتور محمد ابراهيم سليمان، وانا اكن له كل تقدير الحقيقه. كبر واتجوز وخلف، ويمكن انتوا سمعتوا قبل كده في حديث الرئيس مبارك انه كان بيكو بنطلونه بايده، وكانت السيده سوزان مبارك بتساعد في البيت وتطبخ وزي اي سيده عاديه، وما كانش في احلامهم اطلاقا انهم يبقوا على يعني رأس هذه البلد. شوفوا بقى لما يبقى يكبر ويبقى رئيس جمهورية وينجح ويعمل إنجازات ويعمل كذا ويعمل كذا ويعمل كذا، مهما اختلفنا أو اتفقنا يظل الرئيس حسني مبارك فيه لمسة إنسانية رائعة. أنا بتكلم على قد إيه الإنسان لما يبقى عنده عطاء إنساني جميل جدا، والسيدة سوزان مبارك بتعمل حاجات إنسانية رائعة، وبعدين يروحوا مخبوطين خبطة زي كده. بس الحقيقة حاسس من يوم 25 يناير إن أنا بحلم. يعني من يوم 25 يناير انا حسيت ان انا في حلم، طول الحلم وبقى جميل. انت نفسك قلت لي اكتر من مره ان اتمنى ان ادير حوار مع الرئيس مبارك، ويا ريت تسمحوا لي ان انا ادير حوار مع الرئيس مبارك، ولو انا قدرت حوار مع الرئيس مبارك هقدر اوصله للجماهير بصوره افضل بكثير من عبد اللطيف المناوي من اخرين، لاني هقربه للناس. أنت تعمل في تلفزيون مصر وتتقاضى أجرك من اتحاد الإذاعة والتلفزيون وتتبرأ منه، وأنت حرصك على شعبيتك وشهرتك وجماهيريتك كان أكثر حرصا على انتمائك للمكان اللي بتاكل منه عيش. تمام معالي الوزير. وحرصك على إن عقدك يتزايد كل سنة من 7 مليون ل 9 مليون كان أكثر بكثير. اللي بياخد في السنة 9 مليون جنيه يعيشوا 900,000 أسرة، طالع بيتمسخر بتمهزق عليه. ما انتش مكسوف من نفسك يا جاهل. مش مدلل عليها الرئيس بيرفض ان في بعض الاحيان بعض الناس تبطش بالناس لمجرد مزاجهم. اللي كان بيفتح بقه كانوا بيذلوا امه. دي تبقى مكمله. الراجل ده في عهده ولا صحفي دخل السجن، وانا بعتبر صحفي، انا عضو نقابه صحفيين. يعني ايه يتكلم عليه ويقول ما حدش يكتب عن الفكر بتاع سيادته 3 صفحات؟ احنا كنا مذلولين يا جماعه. احنا عندنا رئيس فيه ميزه لطيفه جدا، انك تروح تعرض عليه تقول له يا فندم والله الواد ده امبارح طلع بتاع مش عارف ايه. فهو من النوع اللي ممكن ياخد الكلام ده ويسال هو الواد ده قال ايه امبارح؟ طب هاتوا لي السي دي. اوعوا تشغلوا الواد ده، اوعوا تشغلوا الواد ده يقعد كده زي الكلب. النهارده يا يسري احنا بنحتفل بايه؟ قول ورايا. احنا بنحتفل بانتهاء الذل. سقفك في الدين لفين؟ كانوا بيطلعوا دين امهم.
يعني في ذوق في التعاطي مع هذا الرجل، وهذا الرجل قياده تاريخيه، يعني مش هيجي خلاص دي اخر، انت عارفه في العالم العربي ده قيادات تاريخيه، دي اخر قياده تاريخيه في مصر. يا مصر قوم هش الوطوي كفاك تضليل، 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 يا مصر قوم هش الوطوي كفاك تضليل.